كل موسم انتقالات بيكون في صفقة واحدة كده تحس إنها قررت تعيش معانا للأبد. صفقة كل يوم بتطلع عليها إشاعة جديدة، وكل يوم يطلع حد يقول إن الموضوع خلص، وبعدها بساعات تلاقي خبر تاني بينفي كل حاجة. والمرة دي الصفقة دي هي جواو ألفاريز وبرشلونة. الموضوع وصل إن في ناس ابتدت تراقب ألفاريز عشان تشوف هو رايح يقابل مين، إذا كان ليه علاقة بالصفقة ولا لأ. وقبل كأس العالم أتلتيكو وبرشلونة نفسهم كانوا داخلين في حرب على تويتر. بس وسط كل ده في سؤال أهم: إزاي صفقة شكلها منطقية جدا لبرشلونة وفي نفس الوقت صعبة جدا على أتلتيكو؟ لأن برشلونة محتاج مهاجم، وجواو ألفاريز تقريبا واحد من أكتر اللعيبة اللي يناسب الدور ده، لأن في عز مستواه يقدر يخلق فرصة من ولا حاجة، ويقدر يقود خط الهجوم لسنين قدام. والأهم من كل ده إن ألفاريز نفسه عنده حلم قديم إنه يلعب لبرشلونة. والناحية التانية عندك أتلتيكو، نادي مش مضطر يبيع اللاعب أصلا، وخصوصا إن النادي ده يعتبر منافس ليه. أما ألفاريز فبحسب التقارير كان عايز يمشي، وبرشلونة كان هو اختياره المفضل. وعشان كده بعد سيف كامل من الاشاعات والمفاوضات والكلام اللي مش بيخلص، لسه السؤال موجود: ألفاريز هيكمل مع أتلتيكو ولا هيروح لبرشلونة؟ عشان نفهم الموضوع ده ليه وصل للمرحلة دي لازم نرجع للبداية، لأن الحقيقة إن ألفاريز نفسه ومعاه وكيله هم السبب في وضع ألفاريز دلوقتي. ولما راح لأتلتيكو من سنتين وافق على عقد مدته 6 سنين وشرط جزائي وصل ل 500 مليون يورو، وده بعد ما ألفاريز حقق حلم أي لعيب كورة: الثلاثية مع مانشستر سيتي، كأس العالم، وتحول من لاعب موهوب لواحد من أهم المهاجمين في أوروبا. يعني الراجل كسب كأس عالم، وفي موسم واحد هو نفسه كسب فيه الثلاثية مع السيتي. وفوق كل ده عنده سلسلة غريبة جدا، إن مفيش موسم عدى عليه لما كسب فيها بطولة لحد ما راح أتلتيكو مدريد. لكن كان في سبب واضح خلاه يدور على خطوة جديدة. في السيتي ألفاريز كان لاعب ممتاز فعلا، بس كان في قدامه روبوت نرويجي اسمه هالاند. ألفاريز كان يقدر يلعب جنبه أو وراه أو يتبدله في ماتشات، لكن في النهاية كان صعب جدا يكون هو النجم الرئيسي لمشروع بيب. وعشان كده أتلتيكو دفع فيه حوالي 95 مليون يورو عشان يجيبوا اسبانيا. وبالنسبه لألفاريز دي كانت الفرصه اللي مستنيها، اخيرا هيبقى هو النجم الهجومي الاساسي في نادي اوروبي كبير. وفي اول موسم كل حاجه تقريبا كانت بتقول ان القرار ده صح. ألفاريز سجل 29 هدف وصنع 8 في كل البطولات. في الدوري الاسباني لوحده سجل 17 جول، وفي دوري الابطال كان مرعب برضه، سجل 7 اهداف وصنع هدف في 10 ماتشات. والارقام كانت قويه جدا، خصوصا ان اتلتيكو نفسه خرج من دوري الابطال في دور ال 16. لكن الموسم اللي بعده الارقام بدأت تنزل. ألفاريز سجل 20 هدف في كل البطولات، لكن 8 منهم بس جم في الدوري. ورغم كده في دوري الأبطال كان لسه بيقدم مستويات قوية، ظهر بشكل مميز جدا قدام فرانكفورت وإنتر، وسجل هدف التعادل قدام ايدنهوفن. وبعدها في دور ال 16 كان من أهم لاعبي أتلتيكو قدام توتنهام في الماتشين. والموضوع وصل بيه إنه سجل جون في النادي اللي هيموت ويجيبه دلوقتي، برشلونة. المشكلة بقى إن المشكلة ما كانتش ألفاريز لوحده، أتلتيكو نفسه ما كانش في أفضل حالاته، وكان في ماتشات كتيرة كان شكل الفريق كأنه مستني ألفاريز يلاقي المساحة وبعدها يحاول يعمل حاجة، يشوط من بره الجون، عرضية تجيله، أي حاجة المفروض إن هو يعملها عشان ينقذ الفريق الميت. وفوق كل ده في حاجة أساسية جدا في طريقة لعب دييجو سيميوني: لما تلعب كمهاجم في أتلتيكو مش مطلوب منك تسجل وبس، مطلوب منك تدافع. صحيح إن أتلتيكو في المواسم الأخيرة بقى أكتر هجومية، لكن في الماتشات الكبيرة الفريق لسه قادر يرجع ويدافع بكتلة واحدة، وده طبيعي قلل عدد الفرص الهجومية اللي ممكن توصل لألفاريز. في ماتشات كتيرة جدا كان ألفاريز فيها بيقضي أكبر وقت ممكن في الدفاع، وما كانش بيجيله فرص بدل ما يكون موجود حوالين منطقة الجزاء. وده مهم جدا، لأن السبب الأساسي اللي خلاه يسيب مانشستر سيتي إنه كان عايز العكس تماما، عايز وقت لعب أكتر، حرية أكتر، ودور هجومي أكتر، مش إنه يبقى جزء من منظومة دفاعية ويرجع لوسط الملعب عشان يساعد الفريق. لو أتلتيكو كان بيكسب بطولات بالطريقة دي كان ممكن كل ده يبقى مقبول، لكن المشكلة إن الفريق أنهى الموسم من غير ولا بطولة، وده بقى يخلي الإحباط يكبر، وخصوصا لما أتلتيكو كانت بتحتفل لكنها فازت ببطولة لما طلعت برشلونة في ماتشين في بطولتين مختلفين. وفي النهاية ده الإنجاز الوحيد اللي الفريق قدر يحتفل بيه في موسم 2025. وهنا الموضوع بدأ ياخد شكل مختلف. ظهرت تقارير بتقول إن ألفاريز ووكيله قعدوا مع إدارة أتلتيكو، وفي الاجتماع ده إنه مش راضي تماما عن دوره مع الفريق، وإنه عايز يبقى عنده الإمكانية إنه يمشي في الصيف. والكلام كان بيقول إن أتلتيكو كان متفاهم ده. الفكرة كانت بسيطة: خليك محترف، كمل الموسم، ولو جه نادي أوروبي كبير يعرض عرض مناسب في الصيف ساعتها النادي هيتعامل مع الموضوع ومش هيرفضه. يعني الباب ما كانش مقفول تماما. بدأت تظهر أخبار عن اهتمام أرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان بألفاريز، وسيميوني نفسه أكد وجود اهتمام باللاعب في مؤتمر صحفي قبل ماتش أرسنال في دوري الأبطال. وبعدها ظهرت تقارير بتقول إن أولوية ألفاريز كانت الانتقال لبرشلونة. وهنا بدأ المشكلة الحقيقية مع أتلتيكو، لأن أتلتيكو متفاهم فكرة إن لعيب عايز يمشي، لكن إنه يمشي لبرشلونة بالتحديد دي كانت مشكلة تانية. وكان في كلام كتير إن برشلونة خلاص جهز عرض قوي لألفاريز، والكلام ده كان
في الوقت اللي جوردن مضى فيه خلاص مع برشلونة، واتلتيكو اتهم برشلونة علنا بنشر اخبار كاذبة، واعتبر ان في حملة ضغط وتشويه هدفها الضغط على اتلتيكو عشان الفاريز يروح لهم. وساعتها حساب اتلتيكو على السوشيال ميديا قرر يدخل المعركة دي بنفسه، وكانوا عمالين يطلعوا اشاعات ان في لاعب من برشلونة جاي. اتلتيكو كان فاكر ان هو كده كسب الجولة لحد ما جه كاس العالم، وبعد فوز الارجنتين في دور المجموعات اتسأل الفاريز بشكل مباشر عن مستقبله. كان ممكن يطلع بإجابة دبلوماسية، لكن الفاريز اختار طريقة تانية. قالوا انه فعلا اتكلم مع الاشخاص اللي كان لازم يتكلم معاهم داخل اتلتيكو، وانه شايف ان الانتقال هو الحل الاحسن للكل، والسبب انه عايز يحقق حلمه. وطبعا محدش كان محتاج يسأل هو ايه حلمه، لان طول الفترة دي كل الطرق كانت بتوصل لنفس المكان، برشلونة. وده بالظبط اللي خلى صفقة الفاريز مختلفة عن مجرد شائعات انتقال عادية، لان عندك لاعب عايز يمشي ونادي مش عايز يبيعه ونادي تاني محتاجه. كل طرف عنده سبب يخليه متمسك بموقفه، وعشان كده رغم كل الاخبار والتصريحات والمفاوضات وحرب السوشيال ميديا لسه النهاية مش واضحة. والسؤال الحقيقي دلوقتي مش بس هل الفاريز هيروح برشلونة، لكن هل اتلتيكو هيقبل يفتح الباب للاعب هو اصلا مش مضطر يبيعه، خصوصا لو رايح برشلونة. وده هو السبب اللي مخلي قصة الفاريز مستمر. في اللحظة اللي الفاريز اعلن فيها بشكل واضح انه عايز يسيب اتلتيكو، كان المفروض ان القصة تدخل مرحلة خلاص برشلونة اخيرا اتحرك، والعرض كان حوالي 100 مليون بالنسبة للاعب عايز يمشي، والنادي كان فيه تفاهم قبل كده انه عادي ممكن يتفاوض على انه يبيعه او يمشي في الصيف، وخصوصا ان المبلغ اللي اتطرح على الاقل المفروض يفتح باب للكلام. لكن اتلتيكو عمل العكس تماما، رفض العرض من غير حتى ما يدخل في مفاوضات، والسبب مفهوم من وجهة نظرهم. الفاريز عقده مستمر لغاية 2031، وفي العقد شرط جزائي ضخم بيتجاوز 500 مليون يورو. يعني رسالة اتلتيكو لبرشلونة كانت واضحة، يا اما تدفع الشرط الجزائي او ان الفاريز هيكمل معاه. وده خلى الموقف يوصل لطريق مسدود، لان الفاريز من ناحيته كان شايف ان اتلتيكو رجع في كلامه. هو كان فاهم من الاتفاق اللي حصل في بداية السنة انه لو التزم وكمل الموسم وجاله عرض كويس النادي هيسيبه يمشي. وبرشلونة فعلا حط حوالي 100 مليون يورو على الترابيزه، لكن بدل ما تبدا المفاوضات اتلتيكو راح قافل باب في وشه. وده خلى الموضوع يصعب، لان المشكله ما بقتش مجرد صفقه مش ماشيه، دي بقت مشكله ثقه بين اللاعب والنادي. والموضوع وصل لمرحله اغرب بعد ما خلص الفاريز اجازته بعد كاس العالم وجه مدريد عشان يبدا فتره الاعداد. والمره دي الفاريز كان عايز اجابات. كان متوقع انه يقعد مع دييجو سيميوني او مع الرئيس التنفيذي لاتلتيكو عشان يعرف ايه اللي هيحصل في مستقبله، لكن لما وصل ولا واحد فيهم كان موجود. وبحسب تقارير اسبانيه صبر الفاريز خلص في مقر التدريب. بعدها الفاريز اخيرا قعد مع سيميوني وقال له بشكل مباشر انه مش عايز يكمل مع اتلتيكو، لكن سيميوني كان بيرد عليه بنفس الفكره، انت لاعب مهم في مشروعي. وهنا بقى وصلنا لنقطه صعبه اكتر، اللاعب عايز يمشي والنادي مش عايز يسيبه. وفي الحاله دي الفاريز عنده نموذج حصل قبل كده قدامه، الكسندر ايزاك. في صيف 2025 ايزاك قرر انه عايز يسيب نيوكاسل ويروح ليفربول كان مصمم عليه، وفي النهايه قدم عرض ضخم حوالي 110 مليون جنيه استرليني. نيوكاسل رفض، وكانت رسالته تقريبا نفس رساله اتلتيكو، اللاعب مش للبيع. لكن ايزاك قرر يضغط بنفسه وما حضرش التدريبات، غاب عن ماتش ودي ضد سيلتيك، وما سافرش مع الفريق في جوله اسيا التحضيريه. وفي النهايه راح اسبانيا وبدا يتدرب بشكل منفرد مع نادي السابق ريال سويداد. وده تقريبا هو الموقف اللي الفاريز موجود فيه دلوقتي. لو هو عايز يسرع خروجه من اتلتيكو ممكن يضطر ياخد خطوه شبه اللي ايزاك اخدها. لكن هنا في سؤال اهم، هل كل الضغط ده اصلا يستاهل؟ يعني هل برشلونه فعلا محتاج جواو الفاريز للدرجه دي؟ وهل اللاعب يستحق يدخل في معركه ممكن توصل لاكتر من 100 مليون يورو؟ اول سبب بسيط جدا، ان برشلونه محتاجه مهاجم. ليفاندوسكي مشي، وفران توريس ما كانش بيلعب ومشي خلاص راح باريس، واكيد برشلونه مش راح تكسب دوري الابطال بجوردن وحمزه عبد الكريم، فلازم يجيبوا مهاجم. لكن الفاريز مش مجرد حل المشكله في قائمه الفريق، هو عنده صفات هانز فليك بيدور عليها في المهاجم، عنده السرعه، القوه البدنيه، ويقدر يبدا الضغط من قدام. يعني حتى لو مش بيسجل يقدر يساعد الفريق من خلال الضغط والتحرك وفتح المساحات. وفوق كل ده الفاريز مش حل مؤقت، ده لاعب داخل على افضل سنين عمره، وبرشلونه وضعه المالي اتحسن بالشكل اللي يخليه قادر يبدا يفكر تاني في الصفقات الكبيره. وتخيل معاه الشكل الهجومي ده، رافينيا، الفاريز ويامال، الثلاثي ده ممكن يكون مرعب، وخصوصا ان الفاريز مش مربوط بمركز واحد، يعني يقدر يلعب في اي مكان تقريبا في خط الهجوم، ويقدر يبدل مركزه مع اي لعيب تاني في المباراة. وبالشكل ده بنشوفه في الهجوم باريس سان جيرمان. واصلا الفاريز مش مهاجم رقم 9 عادي، هو اقرب مزيج بين ال9 وال10، يقدر ينزل لورا ويستلم الكوره، يدخل في بنى اللعب، يتحرك ناحيه الكوره، يجمع اللعيبه من وسط الملعب، وبعدها بثواني يرجع يهاجم في منطقه الجزاء. وده تحديدا النوع الكوره اللي بيحبها هانز فليك، كوره هجوميه مرنه وصعب تتوقعه من
اللاعب اللي هيظهر في المكان الخطير ده. وفوق كل ده عنده التسديد، الراجل عنده قدرة حقيقية جدا انه يصنع هدف من ولا حاجة. اديله مساحة حوالين حدود المنطقة وهيزعلك جدا. بيسجل من المسافات البعيدة ويقدر يسدد برجلين وقوي في ضربات الجزاء. والاهم من كل المهارات دي ان الفاريز اصلا اثبت انه يقدر يلعب تحت الضغط. الراجل كسب كاس عالم وكوبا امريكا ودوري ابطال والدوري الانجليزي. وفي السيتي لما هالاند كان غايب الفاريز كان يقدر يدخل مكانه من غير ما الفريق يغير كل حاجة. سجل ضد ريال مدريد في نص النهائي، سجل هدفين في النهائي كاس العالم للانديه. يعني احنا بنتكلم عن لاعب كسب تقريبا كل حاجه ولعب في انظمه تكتيكيه مختلفه. والاهم بالنسبه لبرشلونه هو نفسه عايز يروح برشلونه. لكن هنا لازم نسال السؤال اللي هيقوله ناس كتير، كل ده جميل بس هو فعلا يستاهل اكتر من 100 مليون؟ وخصوصا ان الفاريز سجل عدد من الاهداف في الدوري الاسباني ما وصلش حتى لنص الارقام اللي الناس كانت متوقعه منه. وصراحه الاعتراض ده منطقي، لكن في تفصيله مهمه جدا. الفاريز اصلا ما كانش بياخد الخدمه الكافيه، وفوق ده هو نفسه ما كانش بيلعب كمهاجم صريح طول الوقت. ماتش بيلعب 9، ماتش تاني مهاجم وهمي، وبعدها تلاقيه على الجناح الشمال بيساعد بيدافع في الدفاع ضد ظهير الخصم. في مواقف تانية كان بينزل لدرجة انه شكله يبقى لاعب، في مواقف تانية كان بينزل لدرجة انه شكله بيبقى كأنه لاعب خط وسط مش مهاجم. لكن الصورة مش كاملة لو بصيت على الدوري بس، لان الموسم اللي قبله الفاريز كان ممتاز جدا في الدوري، وحتى في الموسم اللي ارقامه قلت كان لاعب مختلف تماما في دوري الابطال. ليه؟ لان فرق دوري الابطال كانت اكتر استعداد للهجوم ضد اتلتيكو، ده كان بيفتح مساحات، والمساحات دي تحديدا هي البيئه اللي الفاريز بيحب يلعب فيها. ماتشات سيميوني في دوري الابطال دايما بتكون اسهل من ماتشاته في الدوري، وعشان كده تخيل الفاريز وهو بياخد باصات من لعيبه زي بيدري ويامال وانطونيو جوردن، والمساحات هتكون مختلفه والخدمه كمان عليه هتكون مختلفه، وبالتالي ارقامه كمان هتكون مختلفه. يعني لو فران توريس بيجيب جوان في منظومه فليك فصعب جدا تتخيل ان الفاريز مش هيقدر يعمل نفس الشيء. حتى لو اليوم اللي مش هيسجل فيه فهو لسه بيساعد الفريق، بيضغط وبيفتح مساحات وبيسحب المدافعين وراه. يعني تأثيره مش مربوط بس بالأهداف، وده مهم جدا بالنسبة للمهاجم في منظومة فليك. لكن في حاجة تانية هي اللي ممكن تفرق مع الفاريز عن باقي المهاجمين، انه قادر يعمل كل حاجة من ولا حاجة. وشوفنا حتى مع الأرجنتين في كأس العالم، دخل البطولة وهو بيعاني في المشكلة في الكاحل، وده خلى سكالوني يقلل عدد دقايق مشاركاته في الماتش. لكن لما حالته اتحسنت دوره بدأ يكبر تدريجي لحد ما رجع للتشكيلة الأساسية. والحقيقة انه ما كانش بيقدم احسن مستوياته، لكن حتى هو مش في افضل يوم ليه قدر يطلع بلحظة واحدة غيرت كل حاجة. ده بالظبط نوع اللعيبة اللي برشلونة ممكن يكون محتاجه، لانك مش بتدفع 100 مليون يورو بس على لاعب هيجيب لك عدد شبه محترم من الاهداف، انت بتدفع في لاعب عنده القدرة انه يشتغل في اكتر من دور ويناسب اسلوب فليك ويقدر يلعب تحت ضغط ويخلق حاجة من ولا حاجة. وطبعا مفيش صفقة مضمونة، اي انتقال بالحجم ده فيه مخاطر، لكن لما تبص على امكانيات الفاريز وتبص على طريقة فليك وتبص على اللعيبة اللي هتكون حواليه صعب ما تتخيلش انه ممكن ينجح. فران توريس هم اقل من الفاريز في المستوى وقدروا يقدموا ارقام واهداف وصناعة مقبولة في نظام فليك، فما بالك بقى بالفاريز. ومع كل المخاوف من مستواه مع اتلتيكو ومشكلته قدام الدفاعات اللي قافلة وخصوصا في الدوري، لسه بنتكلم عن لاعب كان المهاجم الاساسي اللي ساعد ميسي يكسب بكاس العالم، لاعب ساعد السيتي يكسب دوري الابطال ولقبين دوري، لاعب كسب كل حاجة تقريبا وجرب اكتر من نظام تكتيكي ولعب في كذا دوري. في النهاية عنده رغبة واضحة في اللعب البرشلوني، وعشان كده ممكن تكون مشكلة برشلونة مش في السؤال هل الفاريز لاعب كويس، وده هو اللي خلى الصفقة تتحول من مجرد انتقال كبير لمعركة حقيقية بين لاعب عايز فصل جديد في مسيرته ونادي مش مستعد يفتح له الباب. في النهاية لو برشلونة قدر يجيب الفاريز فمش هيكون مجرد تعاقد مع المهاجم جديد، هيكون تعاقد مع لاعب عنده كل الادوات اللي ممكن تخليه جزء اساسي من مشروع فليك والسنين قدام. والسؤال دلوقتي مش اذا كان الفاريز يستحق المحاولة، السؤال هو هل اتلتيكو هتديله الفرصة دي؟ اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.